صباح الخير، صباح الفل والياسمين على أحلى متابعين. جاية لكم كده من الصبح بدري. أنا صاحية بقى منين؟ من الساعة 5:30 الفجر. أيوة زي ما انتوا سمعتوا كده. أنا بقى أختكم. امبارح اتدشت حتة دشة. وقعدت من على الكرسي، الحمد لله طبعا ربنا ستر. بس جسمي كله كان مفروم كده، يعني كنت حاسة ان جسمي متدشدش. فالمهم يعني ان انا في اليوم ده كنت عاملة زي السلحفة، وما كنتش قادرة اعمل اي حاجة. المهم، فاخدت واحدة بنادول. هي عرقتني وقمت حسيت ان انا جسمي فك شوية. قلت لا، لازم اقوم اعمل فطار بقى، عشان انا كنت حاسة ان انا امبارح عاملة شبه البطة البلدي، ما كنتش قادرة اتحرك من مكاني. حتى البيت كنت بعمل كل حاجة للعيال بالعافية. لو عايزين ياكلوا كنت متضايقة، مش قادرة اقوم اعمل لهم اكل ولا قادرة اقوم اعمل اي حاجة في البيت. فكنت بعمل الحاجة وانا متغصبة كده على اللي انا بعملها. المهم، فالنهارده بقى الحمد لله احسن بكتير من امبارح. فقلت لا، وكمان انا عايزه اقول لكم ان انا ما وديتش العيال المدرسه، يعني انا عايزه اقول لكم ان انا صاحيه بدري. بس ما قدرتش، كان جسمي عرقان قوي قوي. فما كنتش هقدر ان انا اقوم اطلع بلكونه ولا اقف لهم ابدا ولا الكلام ده كله. فقلت مش مشكله، اول يوم كده كده ما بيبقاش في حاجه. بيبقوا طالبين، هو في جدول، يعني هو نزل لهم جدول وكانوا هياخدوا النهارده ماس وساينز وهياخدوا مواد كتير. بس انا بصراحة ما كنتش قادرة، يعني صحتي بالدنيا. فان انا اقف في البلكونة وانا بالمنظر ده ما كنتش هينفع. وكان هما يعني عايزينهم بدري. فالمهم يعني ما عشان ما اخشش في تفاصيل. فانا ما كنتش قادرة ان انا اقوم اقف لحد في البلكونة وكده. المهم رحت قايمة بقى كده، قعدت شوية، صليت وقمت حضرت فطار. عملت لهم بقى فطار. يا ترى بقى الشاطر اللي يقول لي الفطار ده عبارة عن ايه؟ انا لسه لحد دلوقتي ما قلتش ولا بان في الفيديو هو ايه الفطار ده. المهم، يلا كله كده ينزل في الكومنتات ويقول لي الفطار ده ايه، او اللي انا بعمله ده ايه. يلا علشان انا قربت خلاص ان يبان الفطار ده ايه. شوحت بصلاية بحبة زيت، وبعدين نزلت بقرن فلفل، حتة قرن فلفل عشان ده كان مولع. والباقي انا طبعا هاكله. انا بسم الله ما شاء الله اليومين دول شغالة على الفلفل. بصوا ريحة التوم كانت هنا هفة. نزلت بفص توم بس محترم كده كلبوز، رحت حطاه. وبعدين نزلت بطماطمايه برضو. كل دي طماطمايه، عايزه اقول لكم الطماطم في السوق ما شاء الله كلبوزه كده وتملى العين، تحسي ان انتي الطماطمايه تحسيها طماطمتين مع بعض، فيعني ما شاء الله يعني. المهم الحمد لله ان في بركة. نزلت بقى بشوية ملح ليه؟ عشان ادبل الطماطم وانزل منها شوية صوص كده حلوين عشان الفطار. لحد دلوقتي ما قلتوليش انتوا ايه هو اللي انا بعمله. المهم ادي الفطار. كان عندي بقى كيس فول امبارح. محمد جاب لنا فطار وجاب لنا طعمية سخنة. بس انا احنا كنا الطعمية بصراحة وسدت معانا وما قدرتش اعمل الفول. فالمهم بس يا دودو، بس يا حبيبتي. المهم يعني رحت حاطه الفول في التلاجة وقلت النهارده هعمله. بس يا جماعه عملت شويه فول والله ما اتبقت منهم فتفوته فتفوته. المهم مسكت الفول كده، طبعا هو كان ناشف شويه عشان في التلاجة، مش زي طبعا لما بيجيلك وهو سخن وكده. المهم يعني حطيت له كده ربع كوبايه ميه، وهسيبه بقى ياخد ويدي بشكل ودي، ويستوي كده على الهادي، مش يستوي يعني ايه، يتقل شوية. حطيت عليه شوية كمون، شوية ملح، شوية فلفل اسود. وطبعا هو بقى بزيته بقى بسلطته ببغنوجه. فبصوا الموضوع ايه، فاخر من الاخر. هتدوقوا احلى شوية فول لو عملتوا طريقة الفول بتاعتي دي. حتى وانا باكل انا والعيال قلت لهم بذمتكم، بذمتكم قولوا الصراحه انا مش هزعل. الفول اللي انا بعمله ولا اللي ابوكم بيعمله؟ بصراحه كله قال لي اشهد لك يا ماما الفول بتاعك جميل قوي. بصوا محمد بيعمل فول حلو قوي. وبصراحه لما بيقف في المطبخ كده، مجرد بس ما بيقعد يقطع البصل انا بشم روايح كاني باكل من على عربيه فول. بس بصراحه انا كنت عامله الفول احلى منه. هو ما بيحطش توم، هو بيحط بصل بس، فحتة التومة دي بتودي الفول في حتة تانية. المهم يعني
عشان بس احنا مش بننافس بعض والله، بس هي شهادة حق بس، فانا حبيت ايه اقولها، مش غرور ده تكبر. المهم المهم كان عندي خيارتين يوتما في التلاجة، دول اللي اتبقوا من الخيار اللي كنت جايباه من يومين العيال كانوا بياكلوه، واصلا كنت ناسياه يعني، اصلا هو لو حد شايفه كان يتاكل، بس احنا ما كناش شايفينه في التلاجة. المهم ان رحت قطعت الخيارتين، وقطعت كمان الفلفل الرومي، كمان البصل والطماطم، ولقيت الطماطم دي قليلة، قلت لا ازود. العيال بتحب سلطة الطماطم دي، بتحبها مع الخيار والفلفل والكلام ده كله، فقلت ايه هقطع طماطمايه كمان. هو كده كده الطماطم كانت حلوة، وكمان قرن الفلفل ده خليته كده زي ما هو لحسن العيال تاكله، عشان ده كان نار. انا طبعا اللي هزقزه ايه، بصوا بقى الفول، يعني ما علينا من شكل البوتاجاز الحقير ده، محدش ياخد باله. انا زي ما قلت لكم انا امبارح كنت واقعه، فما كنتش قادره اعمل البوتاجاز، وكمان انا حتى ما نزلتش فيديو معاكم، فبصوا اعملوا نفسكم مش شايفين، خليكم في طبق الفول اللي يجنن قدامكم. المهم تعالوا بقى نخش على الاكل، اكيد انتوا عرفتوها يعني، هي مش محتاجه فقاقه. المهم تعالوا نقلي البيض. طبعا الطاسه دي كانت سيراميك، بس هي طبعا عمرها الافتراضي راح في 60 داهيه. انتوا عارفين السيراميك ده اي كلام، ولا سيراميك ولا مش عارف ايه، كله في الاخر بالطبقه بتاعته بتتشال. يا بنتي مش عارفه اصور. بصوا معلش بقى، انا هي هورتني، انا كده اتهورت، فمعلش بقى ان الصوت ده طلع معاكم، والله ما انا شايلاه. المهم عملت شويه البيض بالملح والفلفل الاسود، وحطيت طبق الفول. بس عايزه اقول لكم البيض لا الفول يكسب، البيض ما كانش عاطفي، الفول هو اللي يكسب. المهم ده فطرنا، ويا رب يكون عجبكم. حطيت بقى شوية زيت كده يحلوا القعدة ويحلوا الجو، وادي الفطار الجميل. ويلا بينا ننزل دلوقتي، رايحين فين هتشوفوا دلوقتي. هم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا، بقالي يومين مش بصور معاكم. بصوا مريم معايا، واحنا هنا على البحر رايحين فتح الله. الجو ساقعة، تلج تلج تلج. طبعا انا مش شايفة الكاميرا خالص من الاضاءه والضوء، مش يعني انا معرفش انتوا شايفيني ولا لا وسامعيني ولا لا من الهوا. بس عايزه اقول لكم ان الجو تلج، فانا دلوقتي داخله فتح الله واصور لكم من جوه واشوف كده الاسعار ايه والنظام ايه. انا اصلا رايحه النهارده في فتح الله، رايحه اجيب بهارات بس فقط لا غير، واحاول ان انا ما ابصش على اي حاجه جوه غير ان انا اجيب بهارات. بصوا يا جماعه الجو تلج، اقلب لكم الكاميرا واوريكم المنظر. بصوا المنظر. ايه ده بقول لك في حاجتين بس. احنا بنطير يا جماعه. وهنا بقى بعد ما روحت البيت، ادي الحاجات اللي انا جبتها من فتح الله ومن السوق، حاجات بسيطة قوي يعني اللي انا جبتها من السوق، لكن اصلا نزلتي النهاردة كانت لفتح الله. وانا رايحة السوق لقيت الست بتاعت الخضرة قاعدة، وعندها النعناع الخطير ده، رحت قلت اجيبه علشان ايه يبقى حلو في الشاي، وكمان دودو بتحب تشربه كده، وكمان هي بتكح اليومين دول، فاعمل لها تشرب منه والعيال وكده، فحلو يعني. المهم فالجو ساقع، فعايزين حاجه تدفينا. المهم اللي هيطلع في ايدي هو اللي هوريهولكم، مش لازم بقى بالترتيب. تمام تمام. وانا ماشيه جبت نص كيلو لحمه. بصوا اللحمه حلوه ازاي، حمرا، وهي ملبسه بس مش قوي، بس انا بحبها في الخضار، بتعمل شوربه حلوه قوي. وهو حط لي الدهنه دي عليها كده،
ودي بقى تحطيها في الشوربة، تسيحيها زي ما انت عايزة اعمليها. المهم، وجبت كمان نص لحمة مفرومة برضو من عنده. بصوا حمرا ازاي. هو فرمها قدامي، يعني قطع لي حتة شبه اللي هي المكعبات دي وفرمها قدامي. ادي كده اللحمة هحطها على جنب. انا كنت هحطها في التلاجة بس كده كده الجو ساقعة، فمفيش مشكلة لو سبتها بره عبال ما اخلص معاكم الفيديو. المهم، وبرضه نزلت وجبت طماطم تاني. انا كل ما انزل لازم اجيب يا جماعة طماطم في ايدي. بصراحة رمضان خلاص فاضله ايام، كل سنة وانتم طيبين. يعني المهم الطماطم دي كانت مستوية، يعني طرية مش جامدة. انا مش جايباها للسلطة والكلام ده كله، لان انا عندي طماطم وكمية كبيرة كمان. فبصوا، بس هي الدنيا شتيت عليها زي تراب ده، يعني فاهمين، بس هي حمراء وطرية قوي وجميلة. فرحت جايبة 2 كيلو، الكيلو ب5 جنيه. جبت 2 كيلو ب10 جنيه. يعني بصوا نازلة طالعة اجيب في طماطم مش هتخسر ابدا ابدا. ان شاء الله برضو هعملها صلصة واحطها جنب اخواتها في التلاجة في الفريزر يعني. المهم بصوا هنا بوريكم الطماطمايه، بصوا بضغط لكم عليها، بصوا طريه ازاي اهي، شايفين؟ والطماطم شبه التفاح. بجد بجد الحقوا هاتوا، كل ما تروحوا تنزلوا السوق هاتوا طماطم بجد مش هتخسر. تعالوا بقى نشوف حاجة فتح الله. ماشي، المهم ثواني بس اقفل الواي فاي عشان الرسائل اللي بتيجي. ورجعت لكم تاني. ما اهو انا دلوقتي معلش قفلت الواي فاي خلاص عشان الصوت. جبت المكرونه ديت، مكرونه روز جاردن، عايزه اقول لكم جميله جميله جميله. دي المرمريه، ده كيلو صافي. دي ب27 جنيه، تخيلوا. كيلو المكرونه ب27 جنيه. عايزه اقول لكم ان انا ما عنديش حظ خالص خالص في المكرونه. كل ما اجيب مكرونه سواء من لبان او من حد عطار لازم الاقي فيها صوص، وبتبقى غالية. بجيب الملكة يا اما اسمها ايه دي، حوا، وبلاقي والله الصوص قد كده فوق في السليق بتاع المكرونة. بيبقى من فوق الوش، وانا اتضايقت من الحكاية دي وبقيت بقرف من المكرونة. ففتح الله هو الوحيد اللي حاجته نضيفة وانا بثق فيه. المهم، روز جاردن بقى دي يا جماعة مكرونة هايلة. طبعا دي يعني روز جاردن دي بتاعت فتح الله بس، تبعهم، مش تبع اي، يعني مش هتلاقوها في مكان تاني غير فتح الله بس. اي فتح الله يعني، بس المهم فتح الله. جبت من المكرونة اللي هي المرمرية جبت 2، وجبت من المعوجة 2، واللي هي الفرن اللي هي بتاعت البشاميل كنت عايزة 2 بس ما لقيتش غير واحدة، الناس سحبة منها كتير، فلقيت نوع تاني بس ما حبيتش. قلت لا ده هيبقى لون يعني طريقة التسوية المكرونة بتختلف من كيس لكيس. فكده كده انا بحب المكرونة الفرن في البشاميل بس. وجبت روز جاردن رز، عايزة اقول لكم الرزاية جميلة وحلوة. الكيس دوت ب33 جنيه. هو ممكن يكون الرز السايب ارخص من كده بكتير، بس انا قلت يلا كيس مش هيخسر يعني، جبت واحد بس، ما حبيتش اكتر. ويعني انا لما انزل هبقى اجيب من العطار. في عطار هنا بيبيع الرز خطير، انا بجيب منه الرز السايب. بيبيع رز الامل سايب عادي، بدل ما يدولك شكارة بيفتح الشكارة ويديلك منها عادي، مفيش اي مشكلة. الرز اللي هو المزيت ده الحلو. المهم فبوريكم كده ده كيس المكرونة الوحيد اللي انا لقيته، قلت مش مشكلة. انا كده كده يعني حتى المكرونة دي انا مش بحب اكلها بالصلصة اللي هي الفرن دي. يعني العيال عندي حد بيحبها وحد ما بيحبهاش. فبصراحة بعمل اللي هي المرمرية او المعوجة على طول، فاستعملنا عليهم اكتر. المهم، وجبت مكرونة لقيت المكرونة اللي هي الخواتم دي، بس مش عارفة انا مش بحبها، يعني بصراحة مش بحبها وما رضيتش اجيبها. حتى لو العيال بياكلوها ما اعرفش، ما حبيتش اجيبها. فقلت كفاية قوي النوعين دول والفرن، فمش عارفة ما جبتهاش يعني. لو عايزة اجيب منها تاني ممكن، ما فيش مشكلة، ابقى اروح اجيب كيسين منها ولا حاجة. جيت اجيب بقى روز جاردن منها شعرية،
انا مش عارفه في منها شعريه تقريبا ولا لا، بس انا ما لقيتش، رحت جايبه رويال، جبت كيلو برضو، مش عارفه كانت بكام. آه بس تقريبا هي مش غاليه يعني، بس مش عارفه بكام. وجبت برضو كيلو لسان عصفور. الحاجات دي بتنفع حد عنده برد، اعمل شويه شوربه. الشعريه طبعا بحبها مع الرز، اعمل رز بشعريه، مش هتخسر يعني. فبرضو ايه، هنا انا بوريكم دي 1 كيلو اهي، جبت منها كيس، هي باينة في الكاميرا ان هي صغيرة بس هو كيس حلو كبير. جبت كيلو شعرية وكيلو لسان عصفور. مرضتش اكتر، او مش عارفة انا ساعات بقف يعني، بس انا لسان عصفور انا كنت قصدي ان انا اجيب كيس بس اللي هو الكيلو ده، لكن الشعرية انا اتغبيت، المفروض كنت جبت 2 ولا حاجة تاني مع الكيس ده. لان الشعرية انا برضو، هو اي نعم محمد مش بيحب الشعرية في الرز، بيحب الرز المفلفل اللي هو الواحدة وواحدة اكتر، بس يعني على الاقل كنت جبت كيس تاني معاه، مش عارفة يعني، ما علينا. ساعات الواحد مخه بيقف وبيندم على حاجات ان هو ما جابهاش. المهم، ده ايه بقى يا جماعة؟ دوت كورن فليكس بالشوكولاتة. انا سألت مريم، قلت لها يا مريم اجيب لك اللي هو الابيض ولا اللي بالشوكولاتة؟ قالت لي لا انا عايزة بالشوكولاتة. قلت لها ماشي، جبت لهم نص كيلو. انا مش عارفة كان عامل حاجة وتلاتين جنيه تقريبا، حاجة وتلاتين جنيه. وجبت لهم برضو النسكويك ده، جبت كيس ب6.5، جبت منه 3 اكياس كده. بالليل كده نشرب حاجة سخنة كده، كاكاو باللبن كده، اللي هو شبه الكاكاو باللبن. ودي لوبيا، لوبيا جبت نص كيلو بحاجة وتلاتين برضو. بصوا انا مش عارفة هي غالية ولا مش غالية، انا بصراحة ما اعرفش، لان انا يعني بقالي فترة كبيرة اوي ما جبتهاش، وبجيبها يعني ايه، مجايبها عزيزة عليا شوية، بس انا بعشقها. المهم، وجبت المخلل دوت، يعني مثلا اقول له هات ب10، هات ب20، فالاقيه بقى زي ما يحط الميزان يحط، يعني انا مثلا اقول رقم وهو يوزن حاجة تانية. بصوا يعني دول كانوا ب7 جنيه، 3 ليمونات دول. فانا جبت المهم بحوالي 30 جنيه مخلل، اللي هما الكيستين دول. المهم، او 25، مش عارفة يا 25 يا 30. المهم، ده ايه بقى اللي في ايدي ده؟ طبعا انا رايحه اصلا فتح الله عشان اجيب بهارات، مش عشان اجيب مكرونات، بس لما لقيتهم في وشي افتكرت ان انا على طول حظي وحش في المكرونه. ده ايه ده؟ ده كمون؟ لا مش كمون. ده ايه؟ قربي الكاميرا شويه انا مش شايفه. تقريبا ده كاري. دي بقى شطه، محمد كان عايش شطه، وكل ما نيجي ناكل مكرونه يقول لي فين الشطه. المهم رحت جايبه له بقى حبه حلوين اهم، عايزه اقول لكم دول ب20 جنيه كل شطه دي. الشطه ارخص حاجه في البهارات كلها، لان هي رخيصه مش غاليه. جبت ب20 جنيه عشان اشهيصه هيس يا عم. رحت جايبه ب20 جنيه عشان هو بيحب يعمل دقه مع المكرونه، ما يعرفش ياكل المكرونه من غير ما يعمل دقه. المهم يعني جبت كده. وده ايه؟ ده ايه؟ 7 بهارات، 7 بهارات. انا كنت مصوره لكم والله الحاجه، وكنت يعني مع على الطبيعه اكتر من كده، بس العيال كانت عماله مضايقاني، وتلفزيون وكوره وكان هيصه، ما كنتوش هتسمعوني. المهم ده 7 بهارات. عايزه اقول لكم يا جماعه، هصدمكم، هصدمكم. البهارات نار يا حبيبي نار. عارفين الفلفل الاسود بكام؟ الفلفل الاسود ب400 جنيه. انا طبعا انا ما كنتش اعرف هو بكام، بس اتصدمت من سعره. ده كركم ولا كاري؟ ده ايه؟ ده كركم. ده ب12 جنيه 95 اهو. ايوه كده، قربي ايدك عشان نشوف الاسعار. المهم ده كركم ب12 جنيه 95 جنيه، 95 قرش. الفلفل الاسود ب400 جنيه، يعني ايه ده؟ يعني ده احنا كنا زمان نجيب ب10 جنيه، كنا بنجيب حبة حلوين. تعالوا بقى للصدمة الكبيرة. شوية الحبهان دول هما حلوين بصراحة، الحق يتقال يعني،
حق يتقال، شوية الحبهان دول يعني كتير. يعني انا لو هيقعدوا عندي دول هيقعدوا كتير وفترة كبيرة، يعني شهرين ولا حاجة او اكتر كمان. احنا مش كل يوم بنعمل لحمة ولا كل يوم بنعمل فراخ مثلا، وحتى لو عملنا مرتين في الاسبوع فالحبهان انا بحط معلش انا اسفة، كنت بربي العيال ورجعت لكم تاني. المهم ده ايه ده؟ حبهان. عارفين الحبهان بكام؟ الحبهان ب2000 جنيه. يا حلاوة، كأنه دهب بصراحة. يعني جرام دهب. انا مش عارفة احنا رايحين على فين. المهم رحت جايبة ايه ب50 جنيه. انا هعمل ايه يعني؟ حلو قوي، و50 جنيه حبة حلوين اهم، مش وحشين. ده كويس ان هما يعني اتوصوا بيا كده. 50 جنيه يعني حبهان. مش عارفة. والفلفل الاسود ب400 جنيه زي ما قلت لكم. جبت منهم الفلفل الاسود ب50، وجبت ب50 حبهان، وجبت ب50 كمون. يعني التلاتة كده ب50. الكمون ب310، انما الفلفل الاسود ب400 جنيه. ودي كانت انا معرفش ده بصراحة، لا اللي اتصدمت فيه الحبهان. الحبهان اللي انا اتصدمت في سعره. انما الفلفل الاسود بصراحة انا ما عنديش فكرة هو بكام. المهم بس المهم جبته خلاص. احنا مش هنقطع معلش يا جماعة، انا بجد اسفة قوي، مش عارفة اسجل الفيديو من العيال. المهم يعني، والكمون اهو زي ما قلت لكم، الكمون ب310. جبت برضو ب50، بس الكمون بصراحة حبة حلوين. عايزة اقول لكم ريحته يا سلام على، انا كنت بستنشق من ريحته. انا بفهم جدا في الكمون، وبعرف الكمون المخلوط او اللي مش حلو واللي مكمكم عند الناس. بجد بجد دول عاملين 42 47 جنيه. 47 جنيه مش عارفة وكسور، بس أنا قايلة لها ب50 بس. هي بتعمل بالوزن، ما يعني زي ما الوزن بيطلع. المهم، فالمهم يا جماعة الكمون بجد كمون. التاني بقى اللي أنا جبته من فترة من العطار اللي كان تحت البيت عندي. لا مش كمون، لا. هو في حاجات غريبة محطوطة عليه. بس بجد بجد الناس اللي بتغش دي بجد، انا مش عارفة اقول لكم ايه. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. عشان الكمون انا بحطه على الفول بيبقى زي السم في البق. مش عارفة اكله، مش عارفة اكله بجد. المهم، والفلفل الاسود حرفيا مليان زبالة. بتاع العطار مش بتاع فتح الله طبعا، بتاع العطار. وحش جدا جدا جدا، زبالة. باكل زبالة عشان احطه على الاكل. والله العظيم بنقيه الاول. تخيلوا ان انا انقي فلفل اسود. يلا ما علينا. هنا انا حطيت البهارات دي جوه الكيسة. اللي هي كانت قاعدة على الكاشير اديتها لي علشان ما تكرفش في الحاجة اللي انا هوريها لكم دلوقتي. برضو شركة روز جاردن اللي هي تبع فتح الله. والله مش بعمل لهم دعاية، بس هم تبع فتح الله روز جاردن دي. المهم لما انا كنت عند امنية اختي، دخلت الحمام غسلت ايدي عندها، فعندها صابونة ريحتها حلوة قوي. وهي كانت الصابونة اللي بالفاكهة دي برضو روز جاردن، فانا جبت منها النوع ده والنوع ده. وعايزه اقول لكم ان هي رخيصه قوي، مش غاليه، دي ب12 جنيه. انا بجيب الصابونه ب20 وب25. والله العظيم، ومش حلوه، وبتعجن على الحوض وبتترمي اكتر ما بنغسل بيها ايدينا. فالمهم، فانا كنت بجيب الديتول، وعندي واحده ديتول والله لسه ما فتحتهاش. فانا عشان كده جبت الصابونتين دول. وكنت لما نزلت من كام يوم كنت جايبة صابونة ديتول، وجبت كمان معطر فريدة، فهوريها لكم دلوقتي. فانا لسه حتى ما فتحتهاش، وكمان في واحدة على الحوض. زي ما قلت لكم انا جايبة صابونة كبيرة، فطبعا هتقعد فترة عبال ما تخلص. ومع الصابون اللي انا جايباه وكده فايه اهي. دي كانت صابونة ديتول، دي وسط. انا كنت عايزة الكبيرة بالمرة، بس هو قال لي ما عنديش. رحت جايباها. دي كانت بحاجة و20، بس مش فاكرة وكام. المهم جبتها يعني. وجبت الصابونتين دول فحلوين قوي.
دول مع الصابونة دي هيبقوا حلوين. وطبعا انا لو عجبني روز جاردن دي، هي ريحتها حلوة بس انا لسه ما فتحتهاش. المهم، وده معطر فريدة، عايزة اقول لكم تحفة. انا بحب مروج وبحب كنزي، مش بحب العود ولا بحب الحاجات التقيلة قوي ولا ارابيسك ولا الكلام ده كله، مش بحبه. وبحب كمان اللي بالخوخ، بس بحس ان هو فاكهة قوي كده، مش ريحته حلوة زي مروج. فانا جبته. وكنزي حلو برضو بس مروج احلى يعني. المهم بقى جبت ايه؟ جبت بقى اللي هو المسحوق البودر بتاع روز جاردن. عايزه اقول لكم جميل جميل جميل. عايزه اقول لكم الكيس مقفول ولا مقطوع ولا اي حاجه، والله وريحته قلب الدنيا. ده 800 جرام، يعني اقل من كيلو الا 200 جرام. عايزه اقول لكم تحفه تحفه. ريحته انا لسه مجربتوش، بس انا كنت بسمع ناس ريفيوهات عليه، والناس بتقول عليه حلو. الناس اللي راحت فتح الله، لان هو مش بيتباع غير في فتح الله بس. فلقيت ناس بتتكلم عليه وبتقول ان هو حلو كنظافه وكريحه. فقلت لما اجربه، بصراحه انا جايباه مش للغسيل يعني، بس هجربه برضو للغسيل. بس انا اصلا جايباه للسجاد. ده عامل 42 جنيه. ماشي. في منه ال2 كيلو كان عامل 100 وحاجة. بس بصراحة قلت لا، انا هجرب دوت. خليني في دوت اشوف مثلا اخبار النظافة بتاعته ايه والكلام ده كله. وفي الاخر وفي الاول يعني انا هعمل ايه بال2 كيلو؟ انا بستعمل الجل وبحبه في الغسيل. انا جايبه دوت زي ما قلت لكم للسجاد. ممكن لو غسلت ابيض اخد منه واحط في الابيض بس. المهم لما اجربه هبقول لكم إيه اخباره ايه. طبعا هنا انا كنت بس بتعامل بالراحة خالص، لان انا جايبة اكل بهارات ولحمة جنبي وهنا نعناع، وكنت خايفة ان هو يكرف او يعني يمسك في حاجة. والحاجات دي بتبقى صعبة قوي، بتبوظ الاكل كمان. فالمهم ان انا حطيت الاريال اللي هو روز جاردن والصابونة. بصوا هنا دودو هي لسه قطعاها دلوقتي، هي كانت متبرشمة اهي، دودو اللي قطعتها. المهم اروح بقى احط الحاجات دي في الحمام، وخلاص بقى اشيل كل الكلام ده كله، اوديه بقى في مكانه. ودي كانت المشتريات اللي انا جبتها النهاردة. هي بسيطة زي ما قلتلك، انا لما بنزل بجيب احتياجات بيتي، لا ماشية لا بشهر ولا باسبوع ولا بالكلام ده كله. اول ما بنزل اشوف احتياجاتي ايه واجيبها. عايزة رز بجيب، عايزة مكرونة بجيب، عايزة صابونة بجيب، زي ما انتوا شايفين كده. كل واحد ومقدرته. قادرة تجيبي بالشهر مفيش مشكلة، عايزة تجيبي زي ما انت عايزة. انا بس بقول لكم الافكار. والرز اللي هو بتاع روز جاردن جميل، والمكرونة سعرها طبعا تحفة. عايزة اقول لكم ان الملكة وروجينا والكلام ده كله وصلت ل 40 جنيه خلاص، يعني حاجة و30. أنا كنت بجيبها بكام؟ عشان آدم اللي كان بينزل يجيب لي ب37 و38، وبلاقيها صوص كمان بتبقى متخزنة عنده. وبصراحة ربنا يسامحهم إن هما بيبقوا عارفين الحاجة مركونة وبيسيبوها عندهم ويبيعوها للناس. أنا معرفش هما بيستفادوا إيه. فبصراحة كل واحد ما عندوش ضمير وبيأذي غيره، منه لله. عايزة أقول لكم المكرونة خطيرة خطيرة خطيرة. وأول ما بتسلقيها بتبقى بيضة وبتنفش حرفيا، بتبقى كيلو وحجمها بيزيد في السليق. خدوا بالكم من الموضوع دوت. لو انتوا جبوها من فتح الله، ما بتتباعش غير في فتح الله بس. وانا حتى سألت اللي هم البنات اللي واقفين هناك في فتح الله، قالوا لي ان احنا روز جاردن ده تبعنا. يعني انا عرفت واتأكدت، عاملين زيت وعاملين كل حاجة وصلصة ومكرونة وتونة. كل حاجة كل حاجة عاملينها باسم روز جاردن. ف وعاملين تقريبا معطر جو وبتاع ازاز زي جلانس بس باسمهم يعني. فهو براند بقى طالع كده، فحاسه ان هم اكيد يعني هيبقى حلو، عشان طبعا دي سمعة فتح الله وكده، فاكيد طبعا هتبقى حاجتهم ايه حلوة.
وده الرز بتاعهم اهو 1 كيلو اهو زي ما انتوا شايفين. الرزاية حلوة برضو. ممكن يكون الرز هو ب33. في رز أرخص من كده عند العطارين ب27 و28 و30. ف يعني أنا قلت أجيب منه كيس. وبصراحة أصلا أنا كمان كنت ممكن أكتر، بس بصراحة الشيلة برضو، وأنا برضو المشوار بعيد، وأنا ومريم يعني ومش هتقدر تشيل معايا كتير. فقلت لأ خلاص هبقى أجيب الرز من مكان تاني، وهو كده كده موجود. والحمد لله على كده، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.